كفر الشيخ من قرية كوم الحجر كان لنا تقرير مع الزميل عصام القبلاوي. نشوف التقرير ونرجع تاني. استجابة لنداءات أهالينا في أرياف مصر من كل مكان تستجيب كاميرا بدون تردد لجميع الدعوات. استجابة لدعاوي أهالي كوم الحجر بمحافظة كفر الشيخ كان لنا هذا اللقاء للوقوف على ما يعانيه أهالي قرية كوم الحجر. المشكلة اللي بنتكلم فيها الأولية خالص اللي هي الوحدة البيطرية. الوحدة البيطرية ديت بقى لها 15 سنة بالظبط متهالكة، وانتوا صورتوها وشفتوها. طلع لها قرار إزالة من زمان جدا، وهم مأجرين في شقة. قرار الإزالة ده من إمتى؟ بقى له 15 سنة من زمان جدا يعني. ودي بلد دي بلد الأم ديت اتهانت، الأم اتهانت. مشاكل كتير جدا في البلد. قرية كوم الحجر بتضم كم قرية حوالي؟ كانت بتضم 188 تابع. الكلام ده أول قرية نموذجية على مستوى الجمهورية، قرية كوم الحجر. في السنة اللي فاتت واللي قبلها اتقسمت المجلس المحلي، اتقسم لمجلس قرى الحجر. بقى جابوا لنا خمس قرى جنبنا، بلاد كده تابعين يعني أو 6. كل القرى كلهم متكاملة، وكلهم مشاكلهم محلولة، وعندهم البلد الوحيدة اللي ما فيش فيها اي حاجه خالص. يعني انت بتشتكي من عدم وجود مقر للوحده البيطريه خالص؟ ما فيش وحده. طب هي فين دلوقتي؟ هي موجوده في الوحده مأجرين دلوقتي. اهالي مأجرين. طيب طلبات حضرتك؟ نعمل اولا الوحده البيطريه تعمل على اعلى مستوى. مشاكل كوم الحجر كثيره جدا بصراحه. هذه القريه مهمله من حوالي اكثر من 50 سنه، ما بتعملش فيها اي مشروعات نهائي، وجميع المشاريع فيها الحكوميه مهمله وغير صالحه للاستخدام الادمي. بالنسبه للمستشفى القديمه، كان عندنا مستشفى تعتبر مستشفى مركزي من اكبر المستشفيات على مستوى مركز الحمول، وكان بيتعالج فيها جميع القرى اللي حوالين مركز قريه كوم الحجر، من اول الحمول لحد الخشعه تبع مركز بلطيه. ودلوقتي جم هدوها، سابوها وبقت مهمله. احلال وتجديد. المفروض يجي لها احلال وتجديد وتخدم قرى كثيره جدا حواليها. سابوها على الرغم ان هي على مساحه اكتر من 4 أو 5 فدادين، وقاموا بعمل وحده الاسره اللي هي ما فيهاش اي امكانيات نهائي. اي حد فينا يتعور او يجرى له اي حاجه يطلع على الحمول. اقرب مستشفى ليك فين؟ اقرب مستشفى مركزي هنا في الحمول. على بعد قد ايه؟ على بعد 6 أو 7 كيلو. الكسح ب 25 جنيه وما بنلاقيش الجرار. واحده محليه لا فيها جرار ولا فيها عربيه ولا فيها مجلس ولا فيها اي حد. انت بتشتكي ان مفيش خدمات؟ مجلس اكبر مجلس على مستوى المحافظه كلها الحجر دي، واتفرعت الوقت. انا كنت موظف في المجلس. كان الوحده المحليه دي ماسكه من الحمول لغايه الخشع لغايه بلطيم. كام قريه لا بالله جرار نشيل بيه الكاس. الوحده المحليه ما فيش فيها جرار يشيل. حضرتك شفت الزباله؟ شوف المجلس مكون فين. المجلس مكون من الشارع اهو. مشاكلنا عندنا الترع كلها، الترع اللي حوالين البلد كلها، لحظنا السيء اللي في الحجر ما فيش مصارف صرف حوالين البلد، كلها ترع ري، وترع الري كلها بيترمى فيها الصرف الصحي والمجاري، بيسبب الاوبئه والبلاوي للاطفال. احنا عندنا كل يوم هنا مواضيع فشل كلوي للاطفال، عندنا الناس الكبار، يعني حاجه رهيبه جدا بالنسبه لامراض الكبد. بالنسبه لجميع الامراض منتشره في الحجر بسبب الاوبئه اللي حوالين البلد دي كلها. عندنا مشاكل كتيره بتعانيها قريه كوم الحجر. قريه كوم الحجر وحده محليه، اقدم وحده محليه على مستوى جمهوريه مصر العربيه. الوحده المحليه بتاع الحجر دي كانت بتضم 380 تابع. 380 تابع. التوابع النهارده بقوا احسن من الحجر. ليه؟ لان احنا قبل كده انتخبنا اعضاء مجلس الشعب وضحكوا علينا، رؤساء المدن ضحكوا علينا. البلد ما فيش فيها خدمات، البلد ما فيش فيها خدمات. عندنا لو جينا نتكلم على الوحده المحليه قمت بعمل فاكسات للسيد اللواء المحافظ كفر الشيخ من اسبوعين فاتوا على اساس المعدات المتهالكه اللي موجوده عندنا في الوحده المحليه. للاسف الشديد ان الممثلين الوحده المحليه ردوا قالوا ان المعدات سليمه. كنا ان احنا يجي لنا صرف الصحي. احنا بنشتري الزباله هنا، ما عندناش اي زبالات، وبييجوا ياخدوا مننا 3 جنيه. ليه؟
وعايزين الصرف الصحي قلنا بقالنا 5 سنين الرجاله بتجري، رجالتنا ديت بتجري ولا جالناش اي حاجه. الميه بتاعت الاراضي ما عندناش ميه. ازاي؟ ما عندناش ميه بتجي كل دور كده كل 10 15 يوم، والقمح هي زنبر من قله الميه. عندنا المشروع هنا، المشروع بحر المشروع اللي هو ده اهو، عايزين يحولوه للراجل، لان المكنه هنا بتاع الرفع بتدور يومين او 3 وتقوم مبطله. كلها مهمشه، القريه مهمشه بالرغم ان هي اول القرى، ولكن مهمشه. ما فيش مدرسه ثانوي، تمام، ما فيش اسعاف، ما فيش مطافي. يعني لو حصل اي حريقه هنا او اي حاجه في البلد هنا، على ما تجينا من الحمول تكون البيت ولع. لو واحد اصاب من هنا باي ثغره، على ما يروح الحمول والاسعاف توديه المنصوره ولا كفر الشيخ يكون انتهى. فاحنا بنطالب الساده المسؤولين ان هم يبصوا لقريه كوم الحجر بعين الرحمه، على الرغم من الخريجين وهنا في طلبه ومجموعه شباب على اعلى مستوى من العلم. شكلنا بالنسبه لمركز الشباب هنا كنا الاول بنلعب درجه، فحاليا ولا عاد في مركز شباب ولا عاد اي حاجه. دلوقتي كل الشباب عايزين يمارسوا ويطلعوا على القهاوي. طيب ما فيش انشطه في مركز الشباب اللي هنا؟ مفيش انشطه، مركز الشباب اهوت مقفول، ما فيش اي انشطه فيه خالص. الشباب الممارسه بتاعته انه يقعدوا على القهاوي، يلعبوا دومون، يلعبوا كوتشينه، يشربوا سجاير، يشربوا وساخه، زي ما الشباب وده الشباب بينحرف. ما فيش اي انشطه. فين دور مديريه الشباب والرياضه هنا؟ ما فيش حد خالص. مديريه الشباب والرياضه ما لهاش دعوه بحاجه. اللي يقول لك بنمر على مركز الشباب، يعني مركز الشباب اللي هنا خاوي على عروشه. خاوي، وستك تروح تصور وتشوف، ما فيش خاوي، بص ما فيهوش اي حد خالص. طيب طلبات حضرتك؟ طلباتنا من الشباب. المشاكل كتير. اولا دي علامه من علامه الساعه بان في تلفزيون يجي يصور في قريه كوم الحجر، واخد بال حضرتك. تاني نقطه، بان احنا عندنا نسبه الوفيات هنا حوالي من 99% فشل كلوي ووباء كبدي بسبب الصرف الصحي والناموس والبعوض والحاجات دهيت. وجميع الميه اللي بتوصل عندنا، الميه هنا لمتر في قلب الشوارع من الصرف الصحي. في جرار في مجلس الكروه بتاع كوم الحجر، وفي عربيه ما بيرضوش يصلحوها. والله المشاكل انت سمعت حضرتك من الناس كلها، وصورت كل الاماكن في القريه. بلاقي في التعليم، في الصحه، بنلاقي في الطب البيطري، بنلاقي في الشباب والرياضه، بنلاقي في الارض الزراعيه، مياه الري في الارض الزراعيه، بنلاقي كل المشاكل دي قدامك. بس ما نعنيه في كوم الحجر هو مشروع اساسي ورئيسي، هو الصرف الصحي. وناشد السيد المحافظ اللي هو المحافظ بالاهتمام بقريه كوم الحجر وسرعه الانتهاء من مشروع الصرف الصحي، حيث ان مشروع الصرف الصحي الشبكه الداخليه حوالي من 95% تم الانتهاء منه. خطوط الطرد الخارجيه لم يفعل فيها اي شيء. البياره اللي هي الاولى زي ما حضرتك صورتها وشفتها شغال فيها لحد دلوقتي 20%. معاه مكان تاني لمحطة رفع ومعاه محطة معالجة تم تغييرها عشان مدرسة الزراعة قال لك تبعد عن المساكن ب 500 متر. لحد الآن لفينا الأراضي البلد كلها ونودي لهم الأراضي وغير موافق غير موافق غير موافق. وناشد السيد رئيس الهيئة المهندس إبراهيم متولي رئيس الهيئة في كفر الشيخ، وناشد السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة في القاهرة بالانتهاء السريع والمباشر في مشروع الصرف الصحي، حيث أن القرية هذه كلها على مية. المسائل زي ما انت شايف سيادتك، الترع كلها ترع ري بنصب فيها الصرف، بتضر بالارض الزراعيه، تسبب الامراض زي ما الناس كلها قالت. يبقى مطلبنا الرئيسي هو الصرف الصحي والانتهاء من مشروع الصرف الصحي. ده لب العمليه كلها، لب الموضوع كله. الناس كلها قلبها بتقول ليه، الناس كلها بتشير لموضوع الصرف الصحي. وناشد المسؤولين الكبار، السيد رئيس الهيئه، السيد المحافظ، رئيس مجلس المدينه، السيد رئيس الهيئه العامه في مصر بالانتهاء السريع والمباشر في الصرف الصحي في كوم الحجر. طلباتك؟ ما هي طلبات هي انهاء المشروع ده باقصى سرعه. شكرا. المشاريع الثانيه كلها الناس اتكلمت فيها. طبعا الشباب اللي رعايه جامده جدا، الشباب واللي مهمل حاليا في كوم الحجر واحنا شايفينه زي ما الاستاذ علاء اتكلم عليه، تغطيه الترعتين زي ما الاستاذ عصام قال عليهم، الطب البيطري زي ما الاستاذ رمضان اتكلم عليه، المدرسه الثانوي زي ما الاستاذ علاء اتكلم عليها. جميع المشاريع اللي الناس اتكلمت عليها دي كلها يتم التنفيذ فيه والتنفيذ المباشر. وانا بنوجه النداء للمسؤولين، الساده المسؤولين، النداء لهم كلهم ينزلوا على ارض الواقع، مش كلام بنقوله وخلاص. مش حضرتك هتيجي تصور ونعرض على التلفزيون وهم هيبقاش وما فيش تنفيذ، لا ما ينفعش الكلام ده. كل مسؤول موجه ليه حاجه في الشباب والرياضه ينزل ويشوف، موجه ليه في الري ينزل ويشوف، موجه ليه في التربيه والتعليم ينزل ويشوف، موجه في الصرف الصحي ينزل ويشوف، موجه ليه في اي مصلحه حكوميه ينزل ويشوف.
زائد رئيس الوحده المحليه يشتغلوا شويه عن كده. الناس كلها بتعاني من رئيس الوحده المحليه والرجاله بتاعته كلها مفيش شغل، لا يشتغلوا. رئيس مجلس المدينه السيد اللواء حمدي الحشاش من اميز الناس اللي جت لنا، ينادي شويه ويشد على الوحده المحليه في كوم الحجر ويشتغلوا شويه في الشوارع، في النظافه، في الصرف، يشتغلوا في كل المجالات دي. هذه كانت كلماتهم وتلك كانت مشاكلهم، رصدتها كاميرا بدون تردد بالصوت والصورة. كوم الحجر تشتكي إلى الله، مهمشة من قبل المسؤولين في الصرف الصحي، في مياه الشرب، في دور مركز الشباب، في الترع المغطاة، حتى في الوحدة البيطرية، وهنا في الطرق مكسرة غير ممهدة. كوم الحجر بمحافظة كفر الشيخ تشتكي إلى الله مرة ومرة ومرة، ولا أحد يسمعها غير الله. لله الأمر من قبل ومن بعد. عصام القبلاوي بدون تردد.